نزل عليا من السطوح الساعة 1 الظهر، طول بعرض بجد كان جدا بجد يا حبايبي. دخل بالعافية، ما قدرتش احوشه. ومش بس كده، لا، بغير هدومه، دخل اخد شاور. وبصراحة اول ما غير هدومه الخرطوم كان بفيره. على فكرة قبل ما انا اشوف الحاجة اللي عجبتني قوي خصوصا في الحجم الكبير، قبل ما يدخل عليا، لا انا كنت بسمع فيلم، الافلام اللي انتوا طبعا عارفينها. بصراحة لاني انا عايشة لوحدي مطلقة، لوحدة صعبة، اعمل ايه والله غصب عني، محتاجة حد يونسني، حد يكون معايا. والله يا جماعة أصاب احساس الوحدة، خصوصا اللي كان متعود على العسل وفجأة اتحرم منه. المطلق او المطلقة بعد طلاقهم بيعانوا قوي، وانا والله واحدة بينهم وعانيت قوي لدرجة ان انا بسمع افلام وحاجات كده. طبعا انتوا فاهميني، معظمنا كده، يعني اي حاجة بيريح نفسه بيها احسن ما هو يفضل يعرف نفسه كده، فاهميني. انا والله نفسي في واحد صراحة يا حبيبي. لما شخط فيا بجد انا كنت مرعوبة، ديني بخاف قوي، بخاف من اي حاجة بجد، بخاف من خيالي. قلت له طيب انا مش هديلك اي حاجة الا بعد ما تديني حاجة انا نفسي فيها وعايزاها. قال لي ايه الحاجة اللي انت عايزاها؟ قلت له حاجة عندك هي كبيرة وعمالة تترقص وتهز كده، وبصراحة نفسي فيها. قال لي بقول لك ايه يا بنت انت، انا هقعد هنا 3 ايام مش عايز اسمع ولا كلمة منك، ولو قلت لا مش هيحصل لك كويس، وهتنفذي اللي انا اقول لك عليه غصب عنك. قال لي بقول لك ايه يا بنت انت، شوفي اي حاجة عندك والا مش هيحصل لك كويس، انا فرمان وجايب افري. يعني ايه فرمان يا حبيبي؟ قال لي انا بكوها على التراب. قلت له ايه اللي رماك على المر؟ قال لي الامر منه. وايه الامر؟ قال لي الكيف يعمل اكتر من كده. قلت له انت بتستعطى بتشرب حاجة؟ قال لي انا بشرب سجاير ودماغي بجد هتنفجر، وانا يعني ظروفي زي الزفت، مش معايا فلوس، اجيب منين؟ اضطريت ان انا اسرق. انا مش عايز منك اي حاجة، بس هتخليني عندك 3 ايام علشان اخدت منهم حاجة وبيطردوني، فمعلش هتتحمليني 3 ايام بالذوق بالعافية، هتتحمليني وبعد كده همشي. قلت له بس انت طلعت لي ملين وانا كنت فاضيالك. قال لي بتقول ايه؟ قلت له لا ولا حاجة، انت عايز ايه مني دلوقتي؟ قال لي شوفي لي اي حاجة كده عشان انام، اي حتة عندك عشان انام فيها. والحاجة التانية انا ما اكلتش بقالي يومين كاملين، جعان قوي، شوفي اي حاجة عندك في الثلاجة عشان اكلها. وفعلا جبت له اكل واكل ونام. وبعد ما نام بره على الكنبة، بعدين انا بعمل له الشاي. وبعد ما خلصت الشاي كان مرهق قوي وما صدق لقيه راح في النوم. لما خرجت لقيت اكبر خرطوم شفته في حياتي. بصراحة المنظر كان جامد قوي. قلت معقولة انا ممكن اعمل الموضوع ده مع حرامي؟ معقولة؟ وبسبب اللي انا شفته الليل كله ما نمتش. وبعد كده بجد لاني خلاص ما بقتش يعني متحملة، خرجت وصحيته. قلت له اصحى بسرعة، عندي فيه ايه؟ قلت له عشان تشرب الشاي. قال لي انا مصحياني وانا جسمي متكسر وبقالي 3 ايام ما نمتش عشان تقول لي اشرب شاي؟ قلت له اشرب شاي بس والله محتاجة اتكلم معاك. قال لي هو صحيت عشان اشرب الشاي لما يشوف اخدها معاك، شكل ال3 ايام دول اللي انا هقعدهم عندك مش هيعدوا على خير. قلت له بقول لك ايه، انا عايزة حاجة ضروري. قلت له ممكن تدهني؟ قال لي هي ايه؟ قصة النهاردة جميلة جدا، بتمنى تكملوها لحد الآخر. ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في قناة ملحمة الثقافة. أنا اسمي حنين، عندي 45 سنة، عايشة لوحدي في الشقة ومطلقة بقالي 4 سنين. لا حد بيسأل عليا ولا أنا بسأل على حد. والساعة 1 الظهر حصل اللي حصل. طبعا انتوا عايزين تفهموا القصة وعايزين تعرفوا ايه اللي حصل معايا، كل ده هقوله لكم دلوقتي بالتفصيل. زي ما قلت لكم انا عايشه لوحدي مطلقه بقالي فتره كبيره، تمام.
بص يا جماعة، حصل معي موقف غريب جدا مع شخص كان غريب الأطوار. جاني من السطوح فوق وكان في إيده شنطة. الشخص ده لما سألته تقريبا حسيت إن هو مرتبك، حتى في إجاباته، في كلامه، في طريقته، كلمني بطريقة مش كويسة خالص، وقال لي مش عايز ولا كلمة. فرض عليا سيطرته وكلامه وشخصيته، كل حاجة فيه بجد. حسيت إن أنا مطيع عليه، مطيع لأوامره، وإلا كان هيأذيني. فطبعا كنت خايفة ومرعوبة، عشان كده كنت بقول له تمام ماشي حاضر، انت عايز ايه؟ طيب ايه اللي يرضيك؟ كنت بنفذ له كل طلباته. وعرفت بعد ما كلمته ان هو كان في حد بيطارده وبيجري وراه، تقريبا هو اخد حاجة من حد. المهم هو اتسلق على المواسير بتاعت الشقة وطلع فوق في السطوح، ونزل على سلم السطوح، نزل على السلم اللي بيطلع من شقتي للسطوح، وفجأة بقى في قلب الشقة بتاعتي. وبعد كده حصلت حاجات كتير ما بيني وبين الشخص ده. قال لي أنا هلكان وتعبان وجعان، وحالتي ما يعلم بيها إلا ربنا، مش أي حد حاسس بيه للأسف. أنا عايزك تحس بيا، عايزك تقدريني، معلش كلها 3 أيام وهاخد بعضي واتوكل على الله. قلت له طب انت مين وعايز ايه وازاي دخلت شقتي هنا؟ فحكالي الحكاية كاملة. قال لي ظروفي زي الزفت، والدنيا والزمن بوم عليا، حتى اخواتي سابوني واترميت في الشارع بعد ما اخدوا ورثي، والشارع ما بيرحمش، والجوع كمان ما بيرحمش. فكل حاجة جت عليا، ما لقيتش الا الطريق السهل ده. قلت له معقولة حرامي في شقتي؟ حرامي ما لقيتنيش غيري انا وغير شقتي عشان تيجي وتدخلها؟ قال لي الظروف بقى، شقتك الوحيدة اللي كانت قدامي كانت كل حاجة متسهلة فيها. قال لي حتى عندك مواسير. فطلعت بسرعة، انا متعود على ده، هو طبعا حرامي متعود على كده، متعود انه هو يعني يطلع بيوت ويسرق والحاجات طبعا اللي انتوا فاهمينها. ربنا يهدي الجميع يا جماعة. المهم بعد كده حصلت حاجة غريبة جدا جدا جدا. قال لي بصي. قلت له عايز ايه؟ قال لي انا هقعد عندك 3 أيام وامشي، وبعد اسمعي كلامي اللي انا هقولهولك بالحرف الواحد، مش عايز ولا كلمة، مش عايزك تناقشيني، لانك لو زعلتيني وعملت اي حاجة وحشة او اتصلت باي حد صدقيني ما اعرفش انا ممكن اعمل فيكي ايه، بس هتزعلي جامد مني. طبعا انا كنت زي ما قلت لكم خايفة جدا، عشان كده كنت بسمع كلام. قلت له طيب ما ينفعش يصبح الصبح تمشي؟ قال لا لازم 3 أيام عشان اظبط نفسي، واحتمال اسافر من هنا خالص واروح بلد تانية. قلت له طب ايه الشنطة اللي في ايدي؟ قال لي انت مالكيش دعوة بالشنطة اللي في ايدي. قال لي بس انا اخدت حاجة هي مش من حقي، بس كان لازم اخدها من ناس ظلموني وجم عليا. انا من كلامه اوقات بحس انه هو حرامي، اوقات بحس انه هو اخد حاجة بتاعته، بس الطريقة نفسها الانسان كان غريب جدا، وكان في حالة نفسية غريبة. قال لي بسرعة اعملي معروف، اعملي لقمة عشان اكل، جعان بقالي يومين ما اكلتش، واعمل لي كوباية شاي تظبط دماغي، وارجوك شوفي لي اي حاجة، عشان اي حاجة انزلي تحت جيبي لي سيجارة او علبة سجاير، تصرفي دماغي هتشد. قلت له هو يعني الشنطة اللي معدي ما فيهاش اي حاجة؟ قال لي لا ما فيهاش، ما اقدرش افتحها دلوقتي، مقفولة بقفل. وهي فعلا كانت مقفولة بقفل. قال لي ما اقدرش اتصرف في اي حاجة فيها دلوقتي لان دماغي مش عليا، عايز سيجارة باي شكل. قلت له حاضر اهو هنزل هجيب لك. قال لي لو عملت اي حركة كده ولا كده او قلت لحد ان انا عندك مش هيحصل لك كويس. وفعلا رحت عندنا بقال وجبت له علبة سجاير، قام شرب يا جماعة. وبجد بعد ما كان في حالة غريبة جدا وكان شرس بقى هادي جدا وبيكلمني بمنتهى اللطافة والرقة. قال لي اعملي معروف اعملي اللقمة كلها. وفعلا دخلت
كان عندي بيض في التلاجة، عملت له شوية بيض، يعني 4 بيضات، طقشتهم كده في الطاسة، يعني شوية زيت، بعدين حطيت البيض وحطيت شوية كمون وكزبرة وحاجات حلوة كده، فلفل اسود. بعد كده كان عندي جبنة في التلاجة، طلعتينه وشوية زيتون ومخلل وعيش، وقدمتها له على الصينية، قلت له اتفضل خد. وأكل. قال لي مش عارفة أشكرك ازاي، انت انقذتيني من مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الجوع. الجوع بجد صعب جدا، إحساس فعلا إحساسه صعب. هو كان كان تعبان، وكان فعلا بينا رجعان قوي، مش قادر يسند طوله بالعافية بجد. بعد ما أكل وشرب السيجارة وظبط دماغه وشرب الشاي، بعد ما ارتاح وقعد على الكنبة، أنا فرشتله في الكنبة برا، هو قال لي 3 أيام وهيمشي. بصوا يا جماعة، يعني أنا فعلا كنت مضطرة إن أنا أتحمله وأنفذ كلامه، وإلا فعلا كان ممكن يأذيني. أعمل إيه يعني؟ غصب عني فاضطريت إن أنا أسمع كلامه. وحصلت حاجات كتير في القعدة أو في 3 أيام اللي هو قعدهم معايا. المهم سألني سؤال غريب جدا، قال لي وانت بتعرفي ترقصي؟ قلت له والله انت فايق ورايق، معقولة كل المشاكل اللي فوق دماغك دي وفي ناس بتجري وراك ومش سايباك في حالك وعايزة ممكن تأذيك وانت خدت حاجات من حد وبرضه دماغك رايقة؟ قال لي اعمل ايه؟ انت لو عرفت حكايتي صدقيني الحكاية تصعب على اي حد. قلت له قول حكايتك ايه؟ قال لي تصدق ان انا اول مرة في حياتي اتكلم مع ست. قال لي تمام، انا كان عندي عمتي وخالتي وكده، بس انا ما كانش ليا كلام مع ستات خالص، انا من نوع الخجول جدا، بس الزمن علمني ان انا اكون شرس، لان الزمن ما بيرحمش. قال لي بس عمري ما لمست واحدة، وعمري ما حبيت، وقلبي فيه جفاء صحرا كده بجد. قال لي عمري ما لمست ست، عمري ما جربت اي حاجة. قال لي محروم من كل حاجة. قلت له الدرجة دي؟ ما اتجوزتش؟ قال لي اتجوز ازاي بس وانا ما كنتش لاقي اكل. قال لي بس اوقات كنت بشوف حاجات كده كنت بسمع مثلا واحدة ست ممكن ترقص. قال لي انت بتعرف ترقصي؟ قلت له ايوه بعرف ارقص، ليه يعني؟ قال لي والله نفسي اشوف واحدة بترقص قدامي. قلت له بس كده؟ حاضر. باين عليك غلبان وابن ناس، بس فعلا الدنيا والزمن جم عليك. قال لي والله غلبان، بس الزمن هو اللي غيرني، الظروف الصعبة. مفيش حد بيتولد كده، بس الظروف أجبرتني إن أنا أسلك الطريق ده غصب عني. والله بصراحة صعب عليا يا جماعة. وفعلا رقصت له، لبست لبس كده حلو كده ورقصت له. قال لي الله انت عسل أوي، حلوة أوي، وريحتك حلوة. قلت له أنا بحط دايما برفان. قال لي انت حلو أوي بجد، أول مرة في حياتي أحس بمعنى الحياة. قال لي هو ممكن تحبيني؟ قلت له هو ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال لي والله عمري ما جربت الحب. ما تستغربيش، انا فعلا حالتي مرتبكة، انا ممكن اكون مرتبك، ظروفي غريبة، بس انا فعلا جوايا انسان، كان في دماغي افكار كتير كنت نفسي احققها واعملها، بس الظروف ما ساعدتنيش. قال لي انا نفسي احب، نفسي اتجوز، نفسي اعيش حياتي، نفسي اتدلع، نفسي اجرب الاحلى حاجه في الدنيا. قلت له ايه احلى حاجه في الدنيا؟ قال لي اللي بالك فيها، اللي اي واحده بتتمناها واي واحد بيتمناها بعد جوازه. طبعا فهمت بعد ما قال الكلام ده، وحسيت ان هو محروم قوي من كل حاجه، ملقيش قلب حنين. لدرجه يا جماعه بجد، لدرجه ان دموعها نزلت لما شاف الطيبه والحنيه، ان انا بقدم له الاكل وان انا برقص له. قال لي تعرفي؟ قلت له نعم. قال لي والله حسستيني ان انا متجوز، كأنك مراتي وعايشة معايا، كأنك مراتي وحبيبتي وروحي وقلبي وحياتي. انت اديتيني امل في الحياة، خليتيني فعلا اعشق الحياة. من ساعتين بس قعدتهم معاكي وفضلت اتكلم، هموم الدنيا كلها راحت من صدري. المهم فضلنا نتكلم مع بعض. بصراحة في الأول أنا كنت خايفة أوي منه، بدأت أطمن لما حسيت إنه إنسان مثقف وفاهم الحياة
والدنيا جت عليه ومر بظروف صعبة وهي اللي وصلته لكده، كلام كتير. المهم أول يوم خلاص قلت له نام، لأن حسيت إن هو مرهق جدا وتعبان. هو حتى نفسه قال لي إن أنا تعبان دلوقتي، بكرة هكمل لك حكايتي. ولما نام يا جماعة دخلت جوه، رحت أنام. بعدين بصراحة يعني شخصيته غريبة وكلامه غريب، ما جاليش نوم. رحت عملت كوباية شاي وطلعت له، فشفته في حالة كده غريبة، وشفت حاجة عنده بصراحة عجبتني أوي أوي أوي. خصوصا قبل ما ينام قلت له ادخل اخد شاور ادخل الحمام اهو، وريته الحمام وكل حاجة. وبعد ما خد شاور طلع، وبعد ما نام رحت طلعت عملت كوبايتين شاي، ورحت اتحايلت بالشاي على اساس كنت عايزة اتكلم معاه مرة تانية، كنت عايزة اسأله كم سؤال. ولقيت